هذا شخص ما هو بطل خارق ولا يمتلك قدرات سحرية، وما كان له تحكم بهذا الموقف. سيارته فقدت السيطرة. شوفوا كيف الله سبحانه انجاه من هذا الموقف. سبحان من تحكم بالأحوال بثواني. كان بيكون بين خيارين، أما أن يكون جنازة أو يكون منوم بمستشفى. طبعا اليوم كنت جالس افرفر على مقاطع الانستغرام وشفت مقطع يطير القلب، ما شالت رجليني من الخوف. طبعا كلنا نعرف ان السيارة اذا وصلت سرعة 120 او تجاوزت سرعة 120 تطلع لك اشارة تحذيرية انك تجاوزت سرعة الامان اللي هي 120. طبعا صناع السيارات يضمنون لك سلامتك ان شاء الله من بعد الله الى سرعة 120 في وسائد هوائية ان شاء الله تحميك من بعد الله. فوق 120 احتمال كبير انك تتعوق، يعني تفقد احد اعضائك، نسأل الله السلامة، او تموت لا قدر الله. لكن هذا الرجل كان يمشي بسرعة حدود ال 140 إلى 160 وكان على طريق الموت، لكن سبحان من أنجاه. والله ما ندري وش مسوي، والله ما ندري وش هو مسوي، ما ندري والله لو هو متصدق قبل لا يمشي أو وراه شوية بيدعي له أو عجيز تذكره بكل صلاة. والله لولا الكاميرا اللي مصورة هالمشهد لا ما صدقت إن هذا الشخص نجا. خلوكم مع الفيديو. كانت قدامه ثلاث خيارات مأساوية، فورد وجمس وصبة، وكان بكل الأحوال لو صدم واحد من الثلاث احتمال كبير يطير من القزازة الأمامية إذا ما كان رابط أحزام. لكن سبحان الله العظيم اللي أعتق روحه. ثبات السيارة بهالموقف كان له فضل كبير. هنا عزز له لو تلاحظ خويه، ومستحيل وقتها هنا إنهم يدركون خطورة الموقف لأنه يمر عليهم بشكل سريع ومفاجئ. وحتى لو تسأل واحد سوى حادث صدقني راح تكون إجابته بيقول لك إنه الوقت مر عليه بسرعة لدرجة إنه ما حس بالوقت. وهذا سبحان الله جسم الإنسان يفرز مادة أثناء الخوف الشديد، هذا الهرمون لدرجة إنه ما يخليك تدري وش صار وما راح تحس بشيء أثناء الموقف اللي صار لك. لكن صدقوني بعد الموقف هذول الاثنين بعد الموقف بساعة طارت عقولهم من الرعب. السلام عليكم. قبل 5 أيام سويت فيديو شاطح، كان الفيديو عبارة عن أشخاص يملكون قدرات خارقة أو صدف سحرية. على سبيل المثال هذا الشخص دعا على البنت بالحادث وبنفس اللحظة استمت البنت. يا رب تصدم يا عيال عشان أنا أروح أنقذها وأصير المنقذ، عرفتوا؟ يا رب يا رب يا رب تصدم، يا رب يا رب يا رب يا رب. لقيت أغلبكم يبوننا نشطح على الأقل ولو مرة بالأسبوع بمثل هذه المقاطع الشاطحة، لأن المقطع الشاطح اللي قبل 5 أيام وصل 50,000 لايك تقريبا. بفضل الله ثم فضل اللي لا شاف مقاطعنا حط لايك. ما علينا، أسعدا باللايك إذا كنت من مشتركيني، واشترك عندي إذا كنت ضيف جديد. أنا بيبسي وخلونا مع الفيديو. اول فيديو راح نبدا بفيديو لشخص اجنبي حاضر تجمع الشباب معهم تشارجرات جدد، جروب مسوين تجمع ومغسلين سياراتهم ومضبطينهن. وهذا الشخص الاجنبي اللي يصور يراعي يحول للسيارات وقلبه يفرق، يحول وتشوفونه يقول او ماي جاد، بمعنى يعني يا الهي، يحول من جن مع هالسيارات ويتمنى يحول لو يمتلك واحدة منها. لكن حدث ما لم يحدث. شوفوا وش صار للشباب يحول اللي مغسلين سياراتهم. Look at the guys. Look at my guys. Look at my fucking god. الشباب غايتهم يتونسون، لكن انقلب عليهم هذا التجمع هم ونكد. اول ما طرأ على بالي قول الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام انك اذا شفت شيء يعجبك ادع لصاحب هذا الشيء بالبركة، فان العين حق. مثلا شفت لك موتر جاز لك قل الله يبارك له، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يستر عليه، لا اله الا الله. من هذا الكلام الحمد لله على نعمة الاسلام. الدين يعلمنا ان العين الله يكفينا شرها حق، وإن العين تؤذي من حولك. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إن العين تدخل الرجل القبر. العين قادر أن تنهي حياة شخص، نسأل الله أن يحفظنا.
ثاني فيديو، هذول الشباب كأنهم طالعين من مدرسة كذا، كأنهم فترة اختبارات، اشكالهم متهيئة على النكذة، وخويهم قدام الظاهر انه قايل لهم انه بيفحط يبيهم يشوفون له، لانهم انصدموا، وبالنهاية يعني صدمة كأنهم يعرفون هذا الشخص او كأنه قريب لهم، لكن بالنهاية حدث ما لم يحدث. خلوكم مع يلعن اصله. يا شباب، لا اله الا الله. لا خلاص كمل. لا اله الا الله، لا اله الا. ما ندري هل هم جالسين يتسابقون او ناوي يفحط هو، لكن ركز من بعد هذه الكلمة على طول الرجال تقلب. يلعن اصله. يا شباب، يلعن اصله. هذول الشباب يتمشون ومروقين والاستكنان ألف، لكن سبحان الله، الله يكفينا كل شر ويبعد عنا كل بلاء. جاهم واحد ما ندري عن حالته لكن بلاهم، الله يكفينا الشر. ما ندري هل هو يطقطق على انه سري، يعني كان بيمازحهم او بحالة غير طبيعية، بس هو ناويهم نوية، يعني صار قدامهم ودبل بريك، لكن انقلب السحر على الساحر وحدث ما لم يحدث. يا هوى مرة وانت جرحك في عمري، جرحي الثاني. لا 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 في خاطري عذرا. شكرا. في شيء بالفيديو انا ادري ان اغلبكم مركز عليه، وهو راعي السوناتا، لا اله الا الله سبحان من سلمه، الظاهر انه قاري الاذكار، كان بيروح مو تروح الا ثواني، لكن سبحان من سلم هذا الرجال وما جاء سيارته ولا شيء. الله يحمينا ويكفينا كل شر. حبيت انزل الفيديو هذا على اللي يطلبه، وشكرا للي يسوون لي منشن على المقاطع اللي كذا، وفي مقاطع واجد لكن نزلت بعضها. اكتب بالتعليقات وش الموقف اللي مستحيل تنساه، اغرب موقف مر عليك، وبس. مع السلامة وانتبهوا لكم.